ننتقل إلى اللوحة التالية. صفات البيت في 21 يقول رحمه الله لم بعد أن قال والضد قل، يريد أن يتكلم على ضد تلك الصفات الخمس. قال رحمه الله مهموسها، يعني مهموس الحروف العربية، فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت. نبدأ بصفتي الهمس والجهر. نرى على اللوحة الهمس والجهر الحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس. بارك الله فيكم، لو تأملنا بمعيتكم بعض الحروف العربية نجد بأن بعضها عندما ننطقه، لو تعود الكاميرا لي، نجد بأن بعض الحروف عندما ننطقه يتدفق معه شيء من الهواء من النفس واضح. لما نقول مثلا أف، جربوا ضعوا يدكم هكذا، أف أف أش أح، تجد بأن هناك هواء متدفقا مع هذه الحروف. وبالإضافة إلى هذا لو وضعنا يدنا هنا على الحنجرة وأعدنا نطق تلك الحروف أف أح أش، لا نجد اهتزازا هنا في الوترين الصوتيين في الحنجرة. لكن لو أعدنا الكرة فقلنا مثلا أض أض، وضعنا يدنا هنا أض أض، تجد بأن تحت يدك هناك ارتجاف واهتزاز للوترين الصوتيين. لو قلنا أغ أغ، نجد بأن يدنا ترتجف لأن تحتها وترين يهتزان. إذن هناك حروف عند نطقها يرتجف الوتران ويكون صوت هذا الحرف قويا ولا يصاحبه تدفق للنفس، إما لا يصاحبه أبدا أو يصاحبه تدفق قليل لا يعتد به، أو أننا نجد الحرف عند نطقه لا يهتز الوتران أبدا، أس أش، ما في شيء تحت يدي. وأيضا صاحب نطق هذين الحرفين تدفق واضح للنفس عند نطقهما. لذلك كما نرى على اللوحة قسم علماؤنا رحمهم الله، نعود إلى اللوحة، الحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس إلى قسمين. مجموعة أولى مهموسة فيها 10 أحرف جمعوها بقولهم سكت فحثه شخص. سكت معروف السكوت ما هو، فحثه يعني حرضه على الكلام شخص، سكت فحثه شخص. لكن هذه العبارة لا تأتي في الشعر، فاضطر إمامنا الجزري رحمه الله إلى عكس ترتيبها ليتأقلم مع الوزن الشعري الذي هو مستفعل مستفعل مستفعل، فقال مهموسها فحثه شخص سكت. نعم. أيضا نرى على الطرف الثاني من اللوحة أن القسم الثاني من الحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس مجموعة تتألف من 19 حرفا تسمى الحروف المجهورة، وهي باقي الحروف. كنا قد تكلمنا مرارا وتكرارا بأن حروف الهجاء في اللغة العربية 29 حرفا، ف10 أحرف منها مهموسة و19 حرفا منها مجهورة كما نرى على هذه اللوحة. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها. نرى تعريف الهمس. الهمس هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس. لاحظوا بارك الله فيكم هذه الصورة للوترين الصوتيين، صورة حقيقية مأخوذة بالمنظار للأوتار الصوتية حالة نطق حرف مهموس. لاحظوا بأن الوترين قد ابتعدا عن بعضهما وأن هواء كثيرا يتدفق من خلال فتحة الحنجرة كما نرى. الحرف الذي صورته على الشمال حرف الشين كما نرى. انظروا الأسهم من أين بدأت؟ بدأت الأسهم التي تعبر عن خروج صوت حرف الشين من وسط الفم، من وسط اللسان الذي هو مخرج الشين. لاحظوا لا يوجد شيء
من الأسهم جهة الوترين الصوتيين في الصورة التي على الشمال، وجربوا بأفواهكم هكذا تجدون بأن منشأ الصوت هو من وسط اللسان في المنطقة التي ذكرناها في مخارج الحروف، ولا يصاحبها أبدا شيء من الحلق، يعني لا يصاحبها اهتزاز للوترين الصوتيين. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنتابع قليلا في صفات الحروف، فابقوا معنا. نتابع حديثنا عن صفتي الهمس والجهر في الحروف العربية. كنا قبل الفاصل قد بينا تعريف الهمس، وبينا بأنه الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس، ورأينا ذلك من خلال اللوحة. الجهر بالعكس سيكون بالعكس، هو بدل انفتاح الوترين سوف يكون تضام الوترين، وبدل الخفاء في السمع سيكون الوضوح في السمع. نعود إلى اللوحة التي كانت معنا. أن هذه لوحة الهمس، أرجو أن تستوعبوها قبل أن ننتقل إلى ما بعدها. نعيد ما كتب عليها: الهمس هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس. مثال ذلك كما نرى حرف الشين ممكن أيضا حرف السين ممكن أيضا حرف الفاء كل حروف سكت فحثه شخص، هي أحرف مهموسة. أما إذا انتقلنا إلى اللوحة التي بعدها والتي تبين لنا تعريف الجهر، فنرى أن الجهر على يسار اللوحة قد كتب: تعريف الجهر هو الوضوح في السمع نتيجة تضام الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس. لاحظوا الصورة التي على اليسار، هذه صورة مرسومة رسم وليست صورة طبيعية، سيأتي معنا بعد قليل صورة طبيعية إن شاء الله. هذه الأوتار الصوتية ترتجف كما ترون. لما يقول الواحد منا مثلا أز، قولوا جربوا هكذا أز، ليضع أحدنا يده على حنجرته وليقول أز، فيجد يده تهتز تحت حنجرته، أو حنجرته بالأحرى تهتز تحت يده. لماذا؟ لأن الوترين في وضع ارتجاف. نعم. مثال على ذلك كما نرى على اللوحة حرف اللام. جربوا هكذا، ضعوا يدكم على حنجرتكم وقولوا ال، فتجدون تحت يدكم ارتجافا واضحا واهتزازا للوترين الصوتيين. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها والتي تبين لنا مقارنة. دائما يا إخواننا المقارنة توضح الأشياء. قالوا قديما وبضدها تتميز الأشياء. فنلاحظ على هذه اللوحة التي بين أيدينا وضع الوترين الصوتيين حالتي الهمس والجهر. على اليمين وضع الوترين حالة الهمس وهذه صورة مرسومة، وعلى اليسار وضع الوترين حالة الجهر وأيضا هذه صورة مرسومة. مثال المهموس حرف السين كما ذكرت، ومثال المجهور حرف الزاي. لو ضغطنا أيضا ضغطة يأتينا صورة طبيعية للوترين الصوتيين حالة الهمس، وأيضا لو ضغطنا أيضا يأتينا صورة للوترين الصوتيين حالة الجهر. لاحظوا هذه صور طبيعية مأخوذة بالمنظار من الحلق. لاحظوا الفرق بين توضع الوترين في كلتا الحالتين. لاحظوا انفتاح الوترين عندما يقول أحدنا أو عندما يقول أف أو عندما يقول أش، هذا كله على الصورة التي على اليمين. أما على اليسار فهذا شكل الوترين في حلوقنا لما يقول الواحد منا أض، أو لما يقول أز، أو لما يقول ال. كل هذه الحروف عندما ننطقها فهي مجهورة، يعني صوتها قوي واضح في السمع، الوتران الصوتيان فيها منضمان ويهتزان كما رأينا في هذه. إذن هذه هي حقيقة الهمس والجهر. هذه هي حقيقة الهمس والجهر بالنسبة للحروف العربية. الحروف العربية لما نقول صفتها كذا، يعني مثلا
نأتي بمثال، مثلا نقول هذا المصحف الشريف مثلا ممكن ننظر له من حيث حجمه، نقول طوله كذا، عرضه كذا، سماكته كذا، هذه نظرة. وممكن ننظر للمصحف نفسه من زاوية أخرى من حيث وزنه، وممكن ننظر له نظرة ثالثة من حيث المادة التي صنع منها من ورق وكرتون إلى آخره. نفس الشيء ننظر إليه من زوايا مختلفة. فيما مضى من البحث اليوم نظرنا إلى الحروف العربية 29 من حيث اهتزاز الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما، جريان النفس بوضوح وعدم جريانه إما بالكلية أو جريانا ضئيلا لا يعتد به. فقسمنا الحروف إلى مجموعتين كما رأينا، مهموسة ومجهورة، 10 مهموسة و19 مجهورة. يأتي هنا سؤال ويكثر السؤال عنه من الطلبة: هل صفة الهمس والجهر في الحروف في الحركة والسكون أم فقط في السكون؟ الحقيقة صفات الحروف هي صفة للحروف مطلقا، سكنت أو تحركت، لكن دائما أيها الإخوة السكون يجعلك تستوعب الصفة أكثر من استيعابك لها عندما يكون الحرف متحركا. نضرب مثال، لما نقول مثلا تشكرون، انظروا، هل رأيتم حرف الشين والتدفق الواضح للنفس معه؟ تشكرون. لكن لما نقول شاكرا، جربوا هكذا، شاكرا، مباشرة نطقنا الشين المفتوحة وانتقلنا إلى الحرف الذي بعدها. إذن الحركة فيها الصفة موجودة، ولكنها تكون أسرع، ولكنها تكون أقل وضوحا من لو أن كان الحرف ساكنا. دائما السكون الصفة فيه أوضح من لو كان الحرف متحركا. فالمتحرك فيه همس، يعني لما نقول فقال، فو، في، كل هذه الفاءات فيها همس. لكن تفعلون، نفس، الفاء الساكنة همسها أوضح. انتبهنا؟ إذن الهمس والجهر في حروفهما في الحركة والسكون، إلا أن ذلك في السكون أوضح. انتبهنا؟ يتناقل بعض طلاب القرآن يقولون في حالة السكون هذا كلام مرتجل، هذا كلام لا صدى له في كتب الأئمة، هذا كلام لم نتلقاه عن أشياخنا. الذي تلقيناه والذي له صدى في كتب الأئمة أن الهمس والجهر بل كل صفات الحروف، اللهم إلا القلقلة، كل صفات الحروف هي صفات للحروف مطلقا، إلا أنها في الساكن أوضح. أما القلقلة فقد نص الأئمة جميعا وبلا استثناء على أنها تكون فقط في حالة السكون.